كن صحي. صحصوح سهلها عليك. باستا الصدف المحشو بالدجاج والبروكلي. الوصفة تحتاج للحشوة نصف ملعقة طعام من زيت دوار الشمس، كوب ونصف من زهرات البروكلي مقطعة إلى قطع صغيرة، ملعقتي طعام ماء، 150 جرام من الدجاج المسلوق مقطع إلى مكعبات صغيرة، فص ثوم مهروس، بصلة صغيرة مقطعة إلى قطع صغيرة، ربع ملعقة طعام لكل من ملح، فلفل أسود، أعشاب إيطالية. لعمل صلصة الطماطم ربع ملعقة طعام لكل من ملح، أعشاب إيطالية، فص ثوم مهروس، علبة طماطم مقشرة ومقطعة. لعمل الصلصة البيضاء ملعقة طعام دقيق، ملعقة طعام جبنة بارميجان مبشورة، كوب حليب قليل الدسم، 200 جرام باستا صدف كبيرة قابلة للحشو. لعمل الحشوة في مقلاة غير لاصقة على نار هادئة يوضع نصف ملعقة طعام من الزيت ومعه البصل، ويقلب البصل إلى أن يذبل حوالي 5 دقائق، ثم يضاف البروكلي ويقلب. يضاف الدجاج وفص ثوم مهروس وربع ملعقة شاي لكل من ملح وأوريغانو وفلفل أسود، ويقلب الجميع حوالي 3 دقائق، ثم تطفأ النار ويترك الخليط جانباً. في قاع طبق تقديم مقاوم للحرارة توضع الطماطم مع فص ثوم مهروس ونصف ملعقة زيت، وتبهر بربع ملعقة أعشاب إيطالية وملح، ويقلب بالملعقة في نفس صينية التقديم، وتوزع الطماطم بالتساوي وتترك جانباً. لعمل الصلصة البيضاء يخلط الحليب مع الدقيق في الخلاط، ثم يصب في قدر على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يمسك قوامها، ثم تضاف البارميجان وتقلب وتترك جانباً. تسلق الباستا في ماء مغلي حوالي 8 دقائق، ثم تصفى. تحشى حبات الصدف بحشوة البروكلي والدجاج، وترص الحبات فوق صلصة الطماطم المحضرة مسبقاً. تصب الصلصة البيضاء فوق حبات الباستا، ثم توضع الصينية في فرن محمى مسبقاً 400 درجة فهرنهايت أو 200 درجة مئوية حوالي 20 إلى 30 دقيقة، أو حتى تتسبك الصلصة، وتقدم ساخنة.